هنا الحاله بتوضح بشكل اكبر. هنا رابيو بياخد ارتكاز منتخب هولندا وينزل بيه لتحت في مراحل التحضير عشان يتحط رايندرز بس برقابه مان تو مان مع جريزمان فيفضى عمق الملعب. وبص معايا على كانتي، مجرد هنا ما رابيو خد الراجل المساحه دي فضيت. فبص كانتي هيعمل ايه؟ كانتي هنا بدا يروح عشان ياخد رايندرز لان هو توفر حل في قلب الملعب وبقى الموقف هنا 2 على رايندرز بس. رايندرز هنا بيحمي المساحه، هو عايز ايه؟ عايز يروح بسرعه يقفل على كانتي عشان كانتي لو استلم جريزمان هيقدر يتحرك. فراح على كانتي فضي جريزمان، اضطر واحد من قلبين الدفاع هو اللي ينزل يراقبه. طبعا ده بيخلق اجواء قلب الملعب. استلم جريزمان، خد فان دايك لتحت وبدا كانتي يلف برايندرز عشان ياخد الكوره، تمريره على طول الناحيه الشمال اللي كانت ميته النهارده بسبب غياب كيليان مبابي. بص هنا تلاقي الراجل ده بينزل بالمدافع اللي معاه وكانتي هنا ينزل برده بارتكاز وسط الملعب اللي معاه عشان يتحط هنا وسط ملعب هولندا في موقف 2 على 1. لكن كانت في مشكله كبيره جدا في التطوير، ان حتى لما الكوره بتروح لجريزمان مفيش كثافه عدديه هجوميه بسبب الحذر والحرص اللي كان عند الاثنين مدربين، فبالتالي ما كانش فيه امكانيه للتطوير الهجومي.